السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ربة بيت جزائرية. اليوم راح نحضروا وصفة طاجين الجلبانة بكريات الدجاج. راح يجينا لصوص عاقد وبنين ومعسل. أولا راح نحضر حبة بصل وحبة طماطم وسنة ثوم نربيهم. من بعد نحط عليهم التوابل اللي هي هيل، زعفران، كزبر، شوية قرفة، زنجبيل، فاح، كركم، ملح، نجمة الأرض والهيل اللي هو مفيد بزاف للجهاز الهضمي، وراح يعطي للطاجين تاعنا بنة ونكهة وذوق مميز. حطيت زيت نباتي، نحمس المكونات مع بعض. من بعد نحط الجلبانة، نحط المرق، ونحط مغرفة مطارد أو خردل، ونحط ملعقة صغيرة طماطم مصبرة. من بعد نحط الجلبانة تاعنا ونمرقها، ونروح نحضر صدر الدجاج، نرحيه وندير له تقريبا نفس التوابل اللي هي ثوم مرحي يابس، كركم مطارد، وفلفل أسود أو زنجبيل. هنا أنا حطيت ورق الغار، ونخلي المرقة تاعنا تتغلى. نخلط المكونات مع بعض. من بعد نضيف لهم شوية فرينة أو لا شابلور أو خبز يابس. هنا نحاول أني نستعين بالزيت ونلمد صدر الدجاج تاعنا. بعد ما نكور كرية الدجاج، رايحين نقلوهم في شوية زيت، رايحين يحماروا ويجوا بنين بالبزاف ويتحكموا، ماشي رايحين يتحلونا في المرقة. وبهذه الطريقة ما نستخدموا لا بيض لا والو، ونقدروا نستخدموا هذه الطريقة حتى في اللحم المفروم. بعد ما يتغلاونا كريات الدجاج وطراف الدجاج تاوعنا، نحطوهم في المرقة يكملوا طيابهم حتى تخثرنا المرقة وطيب الجلبانة. والله غير يجي بنة وقو شكل تجي بنينة بزاف. جربوها وادعولي ان شاء الله تعجبكم وصفة اليوم. ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك لأول مرة يشوف القناة، والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. مع السلامة، مع فيديو آخر إن شاء الله.